المنظر اللي انت شايفه قدامك ده ولا هو بره مصر ولا هو في الشتاء، المنظر ده في مصر وتحديدا في اسكندرية النهاردة الساعة 2 بالليل، برد ورعد وهوا شديد جدا لدرجة ان في بيوت وقعت على العربيات كسرتها، وفي نفس الوقت الناس كانت بتجري وكل واحد بيقول يلا نفسي، محدش بينقذ حد، محدش بيبص لحد، كل واحد همه في الوقت ده ان هو ينجو وبس. طبعا بقى عايز اقول لك ان دي حاجة تفكرك كده بحاجة بسيطة، بس قبل ما اقولك ان هي تفكرك بايه تعالى بقى كده ركز معايا في حاجات غريبة بتحصل اول يومين دول، وخلينا افكرك بيهم واحدة واحدة. اول حاجة، الشتاء كان كله صيف، والصيف بقى فيه شتاء، في الشتاء كان الجو حر، في الصيف الدنيا بقت بتمطر، سبحان الله. ده غير الزلازل اللي بقت عمالة بتحصل اليومين دول ومتتالية ورا بعض، ده غير البراكين اللي ظهرت في دول عربية اليومين دول بشكل مفاجئ. على بقى اقول لك كل ده بيحصل ليه؟ كل ده بيحصل عشان ربنا سبحانه وتعالى عايز يفكرك ان هي قربت. من كتر المعاصي والذنوب اللي الناس بقت بتعملها، ربنا سبحانه وتعالى بقى غضبان علينا لدرجة ان الطبيعة نفسها بقتش ماشية بطبيعتها. انت متخيل انا بقول لك ايه؟ يعني الصيف بقى بيجي في الشتاء والشتاء بقى بيجي في الصيف، وبقى في زلازل وبراكين وحاجات غريبة بقت بتحصل. مش دي الطبيعة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها في البداية؟ حرفيا اقسم بالله الارض بتتأهل للنهاية. والسؤال هنا بقى، انت جاهز لليوم ده ولا مش جاهز؟